ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي هنا اقولك ازاي تعمل الرز الصيادية من غير ما يعجن منك ويبقى بني وشكله حلو. لو اول مرة في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. معايا هنا المقادير بقى: كوبايتين رز مغسولين، وبصلة كبيرة مبشورة او مقطعة يعني براحتك، ملعقة صغيرة فلفل، ملعقة صغيرة كمون. مقادير سهلة يعني بسيطة. وكوبايتين ونص مية عادية من الحنفية. يلا نشوف الطريقة مع بعض. هنا معايا حلة، نسيبها تسخن، احط شوية زيت اهو، البصل، معلش لو الكاميرا مهزوزة عشان كنت ماسكة الفرن بايدي. هنفضل نقلب بقى وما نسيبهاش عشان بتحمر بسرعة. هننزل بالكمون والفلفل ونقلب كويس، تفضل تقلب لغاية لما تحمر. لو عايزة اي حاجة اعملها لك ابعتولي في الكومنتات ان شاء الله نعملها مع بعض. اهو تفضل تقلبي لغاية لما توصل الدرجة اللي احنا عايزينها يعني. اوعي تسيبيها تحمر خالص عشان ممكن تمرر منك. اهو كده اصفرت. طبعا مش هو ده اللي عايزينه، لسه كمان. اهو خلاص ابتدى يدخل في الاحمرار بتاعه. هنا باقي لو سبتيه ثواني ممكن يشيط منك على طول، فما ينفعش تسيبيه. اهو شايفين؟ اهو كده. كده احمر خالص. اول ما جبت تلاقيه يدخن منك كده خلاص. اهو بص استني، هتشوف اول ما هيدخن هحط المية على طول. اهو بصي، هلاحظ كده في دخانة، حطيت المية هنا على طول. بس اوعي تسيبيه يتحرق عشان ممكن يمرر ومش هتنفع. نقلب بقى، هوريك اهي درجة لون المية. استني. اهو بصي، هي لونها غامق بس عشان الكاميرا لونها فاتح عندي.
طلعتش محروقة ولا حاجة. بس كده، وهنغطي ونسيبها تغلي بقى. اهو غليت. هنحط الرز بقى عشان بايد واحدة فمش عارفة، هفصل وبعد كده هحط الرز. اهو نديها تقليبة. وبس كده، كده خلص الرز. هيطلع معاك احسن رز تعمليه. هنغطيه ونوطي بقى. بس كده اهو. يا رب يعجبكم بقى. ما تنسوش اللايك.